بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، خبر عاجل. وفقا لمصادر صحفية عن الموقع الرسمي لأسود أطلس، فإن نادي ليفربول الإنجليزي قد تقدم ببعرض رسمي ثاني من أجل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط بسوق الانتقالات الشتوية القادمة. وقد أشار الموقع في بلاغه بأن ليفربول تقدم بعرض أول لنادي فيورنتينا بقيمة 40 مليون يورو، ولكنه قوبل بالرفض. وتم التقدم بعرض جديد بقيمة 50 مليون يورو للاعب سفيان، الذي أصبح على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد الماضي الرائع الذي قدمه رفقة المنتخب المغربي. ويدخل سفيان أمرابط نجم منتخب المغرب دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد مستوياته المبهرة التي قدمها خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، بفضل دوره البارز في حصد أسود أطلس للمركز الرابع في العرس العالمي. وبحسب تقرير صحيفة لا غازيتا ديل سبورت الإيطالية يوم السبت، فإن اللاعب الذي يمتد عقده مع فريقه الحالي فيورنتينا حتى صيف 2025 وتبلغ قيمته السوقية حاليا نحو 45 مليون يورو، دخل في دائرة اهتمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. وأضاف التقرير أن هناك 3 أندية أخرى مهتمة حاليا ضم أمرابط رفقة عملاق الليغا هي توتنهام، وكما أسلفنا الذكر ليفربول الإنجليزي، قبل أن ينضم إليهما فريق إشبيليا. من جهتها أكدت صحيفة كوريي ديل سبورت أن إدارة فيولا رفضت عرضا بقيمة 40 مليون يورو من ليفربول لدعم أمرابط، وأن النادي لا ينوي فتح أي طريق للحوار مع عرض تقل قيمته عن 50 مليون يورو. فكل التوفيق لأسدنا الأطلسي في مشواره الكروي إن شاء الله تعالى.